هسه خلينا نشوف. يا مساء الخير ومساء الورد والسعادة عليكم حبايبي. شلونكم بنات؟ أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وبصحة وبعافية وراحة البال إن شاء الله. ورجعت وياكم اليوم بفيديو جديد. أكيد الفيديو إذا عجبكم أتمنى ما تبخلون علي باللايك والاشتراك إذا شفتيني بالصدفة. اليوم بنات حبيت أشارككم طريقة الدولمة، طريقتي أني بالذات، وأكيد كل واحد وتختلف طريقته عن الثاني. مو بس هاي بنات، أكو محافظة عن محافظة تختلف طريقة طبخها بالدولمة. أكيد راح تجي وحدة وتقول هي أكو واحد بعد ما يعرف للدولمة. أنا وياكم بنات كلنا نعرف الدولمة ونعرف طريقتها، وبس أكو بنوتات يعني جدد بنات، يعني إحنا ما نجيب نفسنا على البنوتات المبتدئات. يعني أكو بنات هستوهم يفتحون بيوت، أكو بنات هستوهم يردون يتعلمون، فإحنا ما طلعنا من بطن أمنا نعرف كل شيء. أكيد الحياة هي علمتنا، وأكيد نفيد ونستفيد. طبعا بنات أني أستعمل التمن المصري اللي الحباية مالته تصير مدعبلة. أني هذا التمن أستعمله بالدولمة، لأن بنات ينطي طعم ولزوجة للدولمة تجنن. فما أعرف، إذا ما مجربيه جربوه وادعوا لي. هاي نقطة. النقطة الثانية بنات، المكونات مال الدولمة أحب أثرمها بإيدي، يعني إذا كانت الخضروات وإذا كان اللحم أو اللية. فمرات أني أشتري لحم مثروم، ما أستعمل يعني اللحم الشرح وأثرمه بإيدي. بصراحة أجيب اللحم المثروم. بس هسه كان عندي مال توزيعات مال عيد الأضحى وثرمت، شفتوها بالفيديو السابق، من ثرمت اللية وثرمت اللحم وقسمته، سويت نصه للكباب وعروق، وسويت هسه الدولمة. طبعا بنات الدولمة أحب أخلي وياها الثوم، بس مو هواية، يعني سنسنين فقط. تكثرون بنات تسوي نفخة بالبطن الدولمة، يعني تصير ثقيلة، فلا تكثرون ثوم، خلوا مجرد يعني اسم. هنا بنات الطماطة، طبعا احنا مو كلش نحب الطماطة بالدولمة، فاني اسوي وحدة فقط، هم للجمالية وهم يعني تعطي حموضة للدولمة وتنطي طعم كلش طيب. فبالاخير بنات توقع براسي لازم اني اكلها. المهم هنا بنات طبعا تعاجزت ما ثرمت الطماطة، فبرشتها يعني عادي ماكو اشكال. اثرم ويا الحشوة مال الدولمة بنات. شفتوا ثرمت العضود او السيقان مال السلق، اختار السيقان اللي تكون ناعمة واثرمها ويا الحشوة بنات، ينطي طعم كلش طيب. طبعا هاي الطريقة مال السيقان مال السلق تعلمتها من بنية صديقتي الله يذكرها بالخير، كانت مسيحية، فكانوا يثرمون العضود مال السلق ويا الدولمة، فعلى ضوء هذا تعلمت من عندها. وهنا بنات مثل ما شفتوا خلطت المكونات اللي ثرمتها كلها سوية. هنا عندي اللحم واللية بنات، ايش قد ما تكثرون لية بالدولمة الدولمة ما تطلع ولا غلطة وكلش طيبة. هي أصل الدولمة اللية. ومثل ما تشوفون طبعا ثرمت وياها الشبنت، وبعدين ضفت وياها بعد شنو ضفت وياها شوية من النعناع، ضفت المجفف طبعا شوية، يعني اسم مو هواية تخلون الطعم مالته ظاهري بالدولمة، قليل رشة. وهنا بنات طبعا الملح واليمندوزي انتو حسب رغبتكم. اكو بيهم يحبوها كلش حامضة، انا بصراحة ما احب الحامضة كلش، يعني وسط حموضتها مو كلش لاذعة ولا كلش يعني فاهية. فأنا شو أسوي بنات؟ أعصر لها ليمون حامض وأخلي نسبة قليلة من اليمندوزي. هنا بنات التوابل، أنا ما أخلي توابل مال الدولمة للحشوة، طبعا أبد ما أدخل توابل الدولمة ببيتي. فأني أكثر التوابل اللي أضيفها بالدولمة هي الفلفل الأسود الحار والكمون فقط بنات. هذه التوابل أنا أضيفها على الدولمة وتطلع بنات تجنن، يعني أبد ما أحب التوابل مال الدولمة بالدولمة لأن تغير طعمها كلش. وإحنا بنات
السر مال الدولمة بالأخير ضفت تقريبا خاشوقة مال كوب من الشكر. يمكن حتستغربون بس بنات والله العظيم يعني هاي الخاشوقة مالت الكوب مال الشكر توازن لك الحموضة والملوحة وطعم يعني خرافي. بنات جربوا هاي الطريقة وراح تدعولي. ومثل ما شفتوا بنات كثرت دبس الرمان. دبس الرمان قد ما تكثرين بالدولمة بعد أطيب، يعني لا تبخلين. ولازم دبس الرمان الأصلي، طبعا أنا هذا مو الأصلي بصراحة، أنا الأصلي أجيبه يعني براسه. دبس الرمان شلون نقول براسه، فذاك كلش يعني حتى طعم ينطي للدولمة، بس كان ما عندي مخلصة. فالمهم بنات ما أطول عليكم السالفة وأضيف المعجون. أكو بيهم قلت لكم الأكل أذواق، أكو بيهم يحبون الحمار مال الدولمة قليل، وأكو يحبون الحمار شوية طوخ، هاي بتبقى حسب ذوقكم. هنا بنات الباقلة، طبعا أنا هاي الباقلة مفرزة يعني مو تازة، لو تازة أغسلها وأخليها بقاع الجدر، بس هاي لأن مفرزة فسويت بالبداية بنات سلقتها وبعدين خليتها بالجدر، يعني أسدتوها يلا أخليها بالجدر وبعدين أحشي الخضروات والسلق بالجدر. وأكيد بنات حسب رغبتكم، تحبون تسوون الجدر دولمة بس دولمة يعني سلق، أو تحبون تخلون وياها هاي الخضروات. بس هي المتعارف عليها الخضروات هذه الباذنجان، الطماطم، البصل، الفلفل الأخضر ضروري بنات. مرات ما عندي يعني تخيلوا مرات والله ما عندي فلفل أخضر، فأخر ما أسوي الدولمة أأخرها يعني ثاني يوم لحد ما أجيب فلفل أخضر يلا. ومرات يعني تطلع عندي مثلا حتى لو وحدة، حتى لو قشر أخليه بالجدر وأسوي الدولمة، لأن الفلفل الأخضر ينطي طعم كلش طيب بالدولمة، وخصوصا الريحة هاي اللي تطلع أويلي توصل السابع جار. وهسه حبايبي إذا وصلنا لهنا من الفيديو خلي نشق اللايك، وإذا شفتيني بالصدفة اشتركي ونوري القناة. طبعا هذه مو قناتي، قناتكم، قناة الكل، إن شاء الله نستفاد من عدها، وإن شاء الله هم استفاد من عندكم بنات. أي ملاحظة أي إضافة جديدة أنتوا تسووها يا ريت تقولوا لي بيها حتى استفاد من عندكم. طبعا بنات وأنا دائما تجي الفيديو أتذكر السالفة، كانت بنية صديقتي خطية كل ما يسوون دولمة تقول عيالي يتهجمون علي ويتعاركون وياي، تقول بحيث الدولمة تطلع زقنبوت علينا فما أعرف شلون هسه تذكرتها من دائما تجي الفيديو. خطية تقول كل ما أسوي دولمة حماتي تعيب علي، عمتي يعني تحرض عمتي علي، تقول الناس يعني عيالي كلهم يصيرون ضدي، تقول بعد توبت ما سويت دولمة. فمن ذاك اليوم لهذا اليوم تقول ايش قد يتوسلون بي سوي دولمة سوي دولمة، تقول قلت لهم والله بعد ما اسوي دولمة، لان الدولمة ابد ما توقع لي، كل ما اسوي لهم تصير مشكلة يا ساتر. قلت لها طاقة الدولمة عليت كلش مو زينة، فلا تسويها أحسن. فهنا بنات من دا أقلب الدولمة سويتها، اتنغصت لها ماعون ودزيت لها يا سبحان الله، من دزيت لها الدولمة الماعون الدولمة ثاني يوم رجعتها إلي، كانت دازت لي بيه هم أكله، فتقول لي أكلت الدولمة مالتك منا وتعاركت ويا زوجي منا. فأنا ما أعرف ليش الدولمة أبد ما توالمني وأبد أنا وياها مو صحبان. فقلت لها بعد أنا هم يعني توبت بعد إذا أسوي ما تنغصتك وما أدزلش دولمة. طبعا مثل ما تشوفون بنات الدولمة اللي سويتها ما ضفت لها قطرة مي، يعني شفتوها شلون لينة وشلون كان بيها مي، بس أنا ما ضايفت لها، خليتها على نار شوية عالية مدة نص ساعة، وبعدين نصيتها كلش يعني على نار ناصية، واتركها على النار يعني شو اقول لكم تقريبا فوق الساعة. انا مخلية جدر الدولمة على النار، لان احب الدولمة قد ما تبقى على النار تستوي زايد وتصير لينة، يعني مو شوربة عبالك، بالعكس لينة تصير وذوب هيك ذوبان بالحلق.